يا إبراهيم، يا إبراهيم، الآن أنت مشغول تسنن الشيعة أم أنك في الرواية التي جئت بها؟ إخواني الكرام، اتركوا الذي يريد أن يتسنن فليتسنن، ابن الرافدين أو أي أحد يتسنن، مو مشكلة. نحن في رواية، نحن في الرواية هذه أثبتنا لك أن الرواية غير صحيحة، وأن الرواية فيها معضلة، فيها انقطاع. وأنت ما هذا، من هو هذا الذي قلت عنه أنه أبو جمانة؟ أبو جمانة من؟ أبو جمانة من؟ أنا ما سمعت، أنا ما في علمي كتاب لأبو جمانة، وأبو جمانة هذا ليس من أهل العلم. أبو جمانة ليس من أهل العلم. فيا أخي اصبر، أنا خلي أتكلم، دعني أتكلم شوي. أنا أعطيك المايك، تترك المايك لوحدك الآن. اصبر لي شوي يا عزيزي. أبو جمانة شيخنا يتيم الزهراء، عندك علم في مسألة تصحيحات أبو جمانة؟ شيخنا الشيخ يتيم الزهراء، عندك علم في تصحيحات أبو جمانة؟ خلينا نسمع ماذا يقول. رد، انتبه على الشيخ يتيم الزهراء يا إبراهيم، أرجوك انتبه على الشيخ يتيم الزهراء. تفضل مولاي شيخنا شيخ يتيم الزهراء، إذا كان عندك علم في مسألة تصحيحات وتضعيفات أبو جمانة. لك المايك يا شيخنا يتيم الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي السادة الكرام الحضور، تصحيحات أبو جمانة محل احتجاج، ولكن ينقل في كتاب زمان الأغبياء بين الأتقياء، لاحظوا، للحجة الشيخ عصام، يشير إلى هذه القضية، أنه كان يتهاون في تصحيح بعض الرجال. هاي مسألة جدا مهمة، مسألة غاية في الأهمية، أنه كان يتهاون في تصحيح بعض الرجال. الآن إذا وجد متحدث يتهاون في التصحيح بهذه الدرجة، وإن كان هو محل احتجاج، لماذا؟ وأنا أشير، أنا أتحدث بأمانة أخي إبراهيم، اسمع، وثق هذا الرجل أخي الفاضل، وثق هذا الرجل في كتاب الأماني للحجة العلامة سورة القدر الأصفهاني، ووثقه العلامة وسام في كتابه الوزير في علم الأنام، ووثقه حجة الإسلام زهير في تقريراته للحجة الشيخ عصام. هذه كلها أنا أقبل بها وأقول هي محل توثيق، لكن زمن الأغبياء بين الأتقياء هذا الكتاب محترم ولا يمكن لأي رجالي أن يتجاوزه. تفضلوا مولاي الشمع. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحسنتم شيخنا. طيب إبراهيم، عندك رد يا إبراهيم، عندك رد حتى نختم الأمر في هذه الرواية. وبعض الأخوة يطلبون إعادة الرواية، بعض الإخوان يطلبون إعادة الرواية، لأنه الإخوان اللي تو دخلوا يطالبون بإعادة الرواية. تفضل يا إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. دائما أنتم كذا تهربون مني، حد الحين أنا عدت لك أكثر من رواية وقلت لك أباك تعطني ردك عليها يا بيت. راح أقول لك أنا حد الحين كم واحد أسلم على يدي حد الحين، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. هذا رجل يقول، راح أقرأ لك رسائل حد الحين، جاتني أكثر من 20 رسالة الحين على الخاص. أريد أن أتسنن كيف وكم أريد أن أتسنن، يقول وكيف. اسمه علي النوري، الله أكبر. وهذا رجل آخر يقول أريد رقمك أخي إبراهيم، أنا أحس بصدقك وهم يتهربون ويقولون صوت صافرة وغيرها وهم يتهربون، والله أشعر أنك صادق. اسمعوا يا الرافضية، اسمعوا ماذا يقول هذا الذي كان رافضي. أنا أسأل الله له بالهداية، أسأل الله له بالهداية، إنه طريق الحق. اتقوا الله، اتقوا الله،
اسمع ماذا يقول: أريد رقمك أخي إبراهيم، أنا أحس بصدقك وهم يتهربون ويقولون صوت صافرة. هذا أنت يا الشبري، انظر ماذا تقول لي: صوت صافرة صوت صافرة، أكثر من 6 مرات وأنت تهرب مني ومن أسئلتي، وهم يقولون صوت صافرة وغيرها وهم يتهربون، والله أشعر أنك صادق. قل لهم أنا أتبرأ من مذهب أنا أتبرأ من مذهب ابن سبأ اليهودي. اسمعوا أيها الرافضة، اسمعوا ماذا يقول: الله 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 أنه طريق الحق، اتقوا الله. اسمع ماذا يقول هذا الرجل: قل لهم أنا أتبرأ من مذهب ابن سبأ اليهودي، أشعر أن شهر رمضان خير علينا، أنا سأترك دين ابن سبأ. اسمعوا: أنا سأترك دين السبأ، دين ابن سبأ، افتحوا أذانكم. الله أكبر. قل لهم أنا أيضا تسننت، أنا أبكي الآن من فرحتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن عندي أكثر من رسالة، أنا راح أرد على كلامك الحين، بس المشكلة ما راح أرد على كلامك. بسم الله. هذا رجل شيعي يسبني، يقول: لقد جعلت الرافضة يتسننون، لماذا تفعل هذا؟ انظر ماذا يقول: لقد جعلت الرافضة يتسننون، لماذا تفعل هذا؟ عزيزي إبراهيم أنت لا تنشغل بالخاص. عزيزي إبراهيم لا تنشغل بالخاص وتبكي لأن كثير من الرافضة قد تسننوا. يا إبراهيم خليك معي في الرواية. أنت لماذا لا ترد على أخواني؟ خففوا التكست، الله يحفظكم خففوا التكست. أنا شوية يعني الجو عندي حار، خلوني أخواني الله يحفظكم. يا إبراهيم اغلق الخاص، اترك الشيعة، اترك الذين يتسننون، ولا ترد على التكست. أنت رد على الرواية أخي العزيز، رد على الرواية. يا إبراهيم وين راح إبراهيم؟ عندي والله وطنية عندي، جت الوطنية قبل قليل، مو مولدة. يعني أنتم حقيقة عيوني حولت، أنا عيوني حولت ما أشوف. الله يحفظكم. وطنية وزين، الجو زين، بردة الآن. وين الشيخ قنوت؟ مولاي لحظة مولاي، خلنا نشوف إبراهيم. وين إبراهيم؟ يعني الرواية كثيرا تكلمنا فيها. حيا الله شيخنا الشيخ قنوت. نقطوا أوريو، إذا أوريو يثرثر على التكست نقطوه. إن شاء الله أنا أسمعك الرواية إن شاء الله. روايات وليس رواية واحدة، روايات يا شيخ قنوت، روايات. اليوم أطنان من الروايات، خير وبركة. وين الأخ إبراهيم إذا كان معاك 20 برايفت وكلهم يريدون أن يتسننوا، طبعا أنت تنشغل معهم وتتركنا وتترك الرواية، والرواية رجع إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. أنا موجود ما هربت، مو نفس أفعالكم. راح أقول لك الرواية اللي قبل شيء أنا قلتها لك. طيب هذه الرواية: لقد ذكر شيخكم أبو جمانة الرافضي في القرن الخامس في كتاب الثريد الجايف جيم 9 صد 44. ايش رايك فيها؟ راح يبدا من اول لان في اكثر واحد يبغاها. شيخكم ابا جمانة الرافضي شيخ معروف في القرن الخامس في كتاب الثريد الجايف. اسمعوا الشيعة، اسمعوا. شيخكم ابو جمانة الرافضي شيخ معروف في القرن الخامس في كتاب الثريد الجايف جيم 9 صاد 44. تأكدوا منها يا الرافضة، تأكدوا والله انها طريق الخط، تأكدوا منها. اقول لكم رواية ثانية. راح ادور رواية ثانية، عندي اكثر من رسالة راح تكون صعبة شيء. طيب هذه رواية عندي بعد عن تصحيح السحلية قبل شيء قلتها لكم. الفاطمي ثقة. تصحيح السحلية قال أن الفاطمي ثقة
صاد 125 الجزء الأول، تأكد منها الجزء الأول. طيب هذا الرواية الثانية بعد عندي في كتاب عدسة العيون للذين لا يبصرون. عندكم كتاب اسمه عدسة العيون للذين لا يبصرون، صاد 234 عن ابن الجن ستار الفطمي، لم يخالط أبدا وهو من الثقة. أعيد من أول، كتاب عدسات العيون للذين لا يبصرون، صفحة 234، مستر آخر للرواية هذا يعني. في كتاب عدسة العيون للذين لا يبصرون، صفحة 234 عن ابن الجن ستار القطمي، لم يخالط أبدا وهو من الثقة. طيب نشوف بعد. لا تقول الصوت مو واضح، طبعا نخش فيه على الجوال. وهذا رجل آخر بعد يقول أنها يريد تسنن. طيب راح يدعي رواية قبل شيء، أبو جمانة الرافضي وهو ثقة، أبو جمانة الرافضي والثقه الفاطمي والوزير الراوي، كتاب درر النار الجزء الرابع. راح أعيدها، أبو جمانة الرافضي والثقه الفاطمي والوزير الراوي، كتاب درر النار الجزء الرابع. وش رأيك في الكلام هذا؟ خذ المايك. الطلبية المنتخبة الله أكبر.